عاوز تفوز بالدنيا والآخرة؟ عاوز في الدنيا يكون ربنا راضي عنك وفي الآخرة تكون من أصحاب الجنة؟ ركز معايا في الفيديو ده، ويا ريت قبل ما نبدأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فبيقول لهم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فرد أبو هريرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله. فقال أبو هريرة فأخذ بيدي فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. طب الكلام ده جميل قوي، تعالوا نوضح مع بعض الوصية اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها الصحابة وبالأخص سيدنا أبو هريرة. يعني إيه اتق المحارم تكن أعبد الناس؟ المحارم دي وهي كل حاجة ربنا حرمها سواء من الكبائر أو الصغائر، زي الغيبة والنميمة والربا والرشوة والظلم والتبرج والسرقة وكل حاجة عامة ربنا حرمها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث فيما معناه إن يوم القيامة ناس هيبقى معاها جبال حسنات، ملايين من الحسنات، لكن حسنات ملهاش قيمة، تجعلها الله هباء منثورا. هنا الصحابة اتخضوا فبيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: مين دول؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ناس بتعامل الناس ما بتعاملش رب الناس. قدام الناس تلاقيه بيصلي الفرض حاضر وبيصوم وبيزكي والحج راح والحج جه وعنده تقوى وورع، قدام الناس مفيش بعد كده والله، لكن بينه وبين ربنا عز وجل هو بني آدم منافق، بني آدم فاجر. أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عشان كده كانت أول وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي اتق المحارم تكن أعبد الناس. تاني حاجة وهي ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. للأسف في الزمن ده مفيش حد بقى عاجبه حاله إلا ما رحم ربي. الناس دايما بقت بتبص لغيرها، مش يخليك نفسه ويحمد ربنا على حاله ووضعه وستر ربنا ليه، يبقى شايف أخوه أو زميله ميسور الحال أو ربنا كرمه بنعمة معينة فيستكترها عليه ويبدأ يغل وياكل في نفسه. والنوعية دي من البشر بقت كتير قوي للأسف. والشخص اللي بالمنظر ده هتلاقيه دايما تعبان في حياته، مش عاجبه حاله، مش عاجبه شغله اللي آلاف الشباب يتمنوا يشتغلوا نفس الشغل بتاعه، بس هو مش عاجبه شغله وناقم عليه عشان شايف زميله في مكان افضل منه. فليه هو كده واشمعنى انا ما بقاش مكانه؟ ربنا يرحمنا ويبعد عنا النوعيه دي من البشر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ثالث وصيه للنبي صلى الله عليه وسلم كانت: احسن الى جارك تكن مؤمنا. الصحابه بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن واحده بتصلي كل الفروض وبتصوم وبتتصدق وبتعمل اعمال خير كتير جدا، لكن عندها مشكله واحده بس وهي انها بتاذي جيرانها بلسانها، لسانها مش كويس مع جيرانها. رد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هي في النار. واتسأل عن واحدة يا دوب بتصلي الفروض اللي عليها وصيامها قليل وتكاد تكون ما بتتصدقش وأعمال الخير على القد، لكن ما بتأذيش جيرانها بلسانها. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث في حق الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني جار حضرتك كان شوية كمان وكان هيبقى ليه حق في إنه يورث معاه. وحديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم فيه 3 مرات وبيقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الصحابة اتخضوا فقالوا: مين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية تانية بتقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بمعنى إن يبقى جارك خايف منك وأنت معيشه في رعب ومش عارف يعيش في امان بسببك، ودي جزاءها عند ربنا انك مش هتشم الجنه. رابع وصيه للنبي صلى الله عليه وسلم: احب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. ناس كتير قوي من وحشتها هتحس انها عاوزه كل حاجه ليها، يتمنى ان ربنا ينعم عليه هو وبس، انما زميله او اخوه لا، يتمنى ان ربنا يرزقه الوظيفه الكويسه والزوجه الصالحه والذريه الصالحه، انما غيره لا، انا بس اللي ابقى كويس، انا بس اللي يبقى معايا. والله الدنيا باللي فيها هتروح واحنا مكاننا تحت التراب. فيا ريت حضرتك تعمل بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بانك تحب للناس اللي بتحبه لنفسك. اخر وصيه عشان تبقى فزت بالدنيا والاخره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكسر الضحك فان كسرة الضحك تميت القلب. انك تضحك دي حاجه كويسه، وانا ما بقولش انك تبقى مبوز على طول، بس الموضوع ما يبقاش عمال على بطال، لان معنى كلمه ان كسرة الضحك تميت القلب معناها صعب قوي. هل لما قلب حضرتك يموت هتحس بطاعه ربنا؟ الاجابه اكيد لا. هل هتخاف من معصيه ربنا؟ الاجابه برضه لا. او استحاله تحس بندم لو عصيت ربنا. هل لو بتصلي هتوصل للخشوع في الصلاه؟ الاجابه استحاله. حرفيا انت هتضيع. الناس اللي بتقعد معاهم وبيضحكوا عمال على بطال بغيبه ونميمه دول مش هينفعوك. اقعد مع ناس تفكرك بربنا عز وجل، ناس تعينك على طاعه ربنا وتفكرك دايما بذكر ربنا، ناس تاخدك معاهم لقدام ما ترجعش بيك لورا. دول 5 وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا اننا نعملهم وهنفوز بالدنيا، ومش كده وبس، لا ده هنفوز بالاخره كمان. ربنا يتقبل منا صالح الاعمال ويرزقنا الثبات على الطاعه ولين القلب. اللهم امين. سلام.